العرض الحي، المسرحية الكوميدية سلقط في ملقط، بمشاركة نخبة من النجوم في جمهورية مصر العربية. قريبا في اليمن. قتلوه الظلمة وقالوا عليه ظالم وقالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة. الشباب دول يا باشا هنفضل طول عمرنا نضرب لهم تعظيم سلام. الجمهور اليمني هيلقى نفسه في نفس المسرحية دي لأنها بتحاكي الواقع العربي بشكل عام. مصر على الانكار مرة حاجة هترفع راسي في البلد انكرها ليه يا خلاص اعترفي بحاجة ما عملتهاش. نفسك تعمليها وما عملتهاش غيري سبقني وعملها بنص. اشطر ازاي يعني مش فاهم. اسلم زندو راجل من ظهر راجل. لأول مرة أزور أهلي وأخواتي العرب الأشقاء اليمنيين أصحاب الحضارة الكبيرة والتاريخ العريق. انتظرونا على قناة السعيدة. ايوه بيه انتوا عاوز يشعلنا ايه؟ انا وهتبقى رحلة سعيدة في اليمن وأن نلتقي بحضارة اليمن وأهل اليمن. أنا حاسة إن أنا هقابل أهلي هناك وهكون مبسوطة إن شاء الله وأنا في وسطيكم، فانتظرونا في تعز على قناة السعيدة، وبتمنى إن أنتوا تشوفوا أيام أحسن من اللي فاتت ويكون عندكم مستقبل أحسن من اللي فات بإذن الله. ونتقابل بإذن الله في تعز، ودايما قناة السعيدة مجمعانا كلنا. انا اتولدت لما سالم مات. ضربوني وبهدلوني وسحلوني وهزقوني. انتظرونا في سلقط في ملقط في تعز. بتمنى ان الجمهور اليمني ينتظرنا. سعيد جدا ان انا هقابل اخواتي، واتمنى ان شاء الله يعني نبقى عند حسن ظنكم. نتمنى ان احنا نجيب السعاده والبهجه معانا اللي بيفتقدها الوطن العربي باكمله بقاله فتره. احنا سعداء جدا ان احنا هنكون في اليمن قريب، وبالتاكيد هتتبسطوا جدا. انتظرونا في قناة السعيدة في تعز ان شاء الله. أنا بحبكم جدا، وجمهور اليمن جمهور مش غريب عليا. استنونا في المهرجان الثقافي على قناة السعيدة في اليمن السعيدة. بحب الجمهور اليمني، وربنا يجمعنا كلنا على الخير يا رب، ويجعلنا ايد واحدة يا رب. انتظرونا على قناة السعيدة في تعز سلقط في ملقط.